أجمل اسماء أزول ربي غيفون سيداتي سادتي السلام عليكم ميدام زمشو بونجور. معكم دكتور أقرب مصطفى من القناة ديالكم. اليوم بغيت نهضر لكم على جوج الحوايج: المسيرة اللي هي ضد الأمة المغربية، والمسيرة اللي هي مع الأمة المغربية لصالح الأمة المغربية. المسيرات اللي كتكون ضد المغرب غالبا كتلقى ليها الترويج ديالها من الخارج، وكتلقى ليها المساندين من الأعداء، وكتلقى القنوات ديال الناس اللي ما كيكرهوا المغرب كيمشيو في نفس الاتجاه، وكتلقى المصالح اللي هي هذيك التحركات ما كتهمش المغاربة أبدا. هادو مسيرات ضد الأمة المغربية، وكاين مسيرات في صالح الأمة المغربية. المسيرات اللي هما ضد الأمة المغربية غالبا كتلقى كتروج فيها الفلوس، كتلقى مواليها اللي يحركوها كيتمحنوا، كتلقى خصهم شعارات، وخصهم يديروا شي طرابش، وخصهم يديروا شي كوفيات، وخصهم فلوس اللي جايه من الخارج، والشعب ما مسوق ليهاش. المسيرات اللي كتهم المغاربة أولا كيدخلوها تلقائيا، وكتلقى جميع الفئات ديال الشعب كتصفق وتتغوت وكتكون موجودة بلا انت ما دير حتى مجهود، كتنوض هكاك نيت. هادو هما مسيرات لمصلحة البلاد. نعطيو دابا مثال، مثلا الزلزال اللي وقع في الحسيمة في الحوز، ولا الزلزال اللي وقع في الحسيمة، كتلقى الناس كياخدوا المبادرات وكيشارجيو كاميوات وكيجيبوهم على حسابهم. فين وقع داكشي؟ وكتلقى ناس كيضحيو وكيمشيو يساعدوا، وكتلقى الناس كيجبدوا الفلوس من جيوبهم. ناخدو مثلا المسيرة الخضراء. المسيرة الخضراء حسن الثاني الله يرحمه كان عقلو عليها. الوقت اللي قال المسيرة الخضراء هو بغا 350,000، جات شي 3 المليون ديال الناس يتقيدوا، وعاد حيدوا الطلبة وحيدوا الناس ديال التعليم، قالوا ما يمشيوش، وحيدوا. هذه مسيرة من أجل البلاد. كتلقى مثلا مسيرة ديال سميتو ديال الناس ديال نواحي سوس اللي المياه والغابات سميتو بغات تاخد واحد العدد ديال الأراضي اللي ديال الناس ديال مواليها، واخا ما عندهم اوراق، راه كيورثوها ابا عن جد. فالوقت اللي قالوا مسيرة ديال الناس ديال سوس في الدار البيضاء، لقى الناس جايين بالطوموبيلات ديالهم، جايبين بالعائلات ديالهم، فلوسهم بهذا، وجاو علاش؟ لأنهم مضرورين. ومنين كتكون شي حاجة اللي كتهم الوطن كتلقى الناس موجودين، مساعدات، معاونات بحال اللي قلنا. ومنين كتلقى مسيرات بحال دابا ناخدو مسيرة ديال فلسطين، مسيرة الفلسطينية كتلقى كاينين الناس دايرين جمعيات وجمعوا الفلوس من الناس، وكيوليو يجيبوا ناس بالفلوس ويدبروا لهم على هذاك الشيء ديال الطربوش، يدبروا لهم على الكوفية
والنقل وما إلى ذلك، كتلقى وشحال كتجي. وكاين واحد العدد ديال الناس مثلا كيجيو غير مرة واحدة صافي كيملوا. وكتلقى هادوك الشعارات كتلقاهم عند أعداء المغرب برا. مع فلسطينية، ولكن علاش غنمشي نحارب من أجل فلسطين؟ واحد كيقول أنا غادي نمشي نموت على ود غزة، والله ما يتحرك بالله، راه هضرة وصافي. كيبغي يدير الدعاية، ولا تيبغي دوك الفلوس اللي قبط يبينوا بأن راه خدم من الأجل ديالهم. فلسطين ما ليست بقضية وطنية أبدا. كاين واحد النوع ديال سميتو ديال الناس اللي هما باغيين يعربوا المغرب عن طريق القضايا العربية، بغاو يعربوا الأمازيغ. القضايا العربية يمشوا مع العرب، والقضايا الأمازيغية يمشوا فيها الأمازيغ. هذا هو المهم. حنا القضية ديال المغرب، حنا الأمازيغ قضية عندنا ديال المغرب، ما عندناش قضايا أخرى من غير المغرب. ولهذا كتلقى هاد الناس اللي هما كيذكروا على غزة باغيين يدخلوا المساجد، وباغيين يحركوا الناس، وباغيين يديروا، وباغيين يفعلوا، وباغيين يديروا البلبلة وهذاك الشيء وسير. شويه كيهضروا على التطبيع، علاش الدولة ديالنا دير علاقة مع إسرائيل، علاش ديرها مع أمريكان، علاش ديرها مع هادي، علاش ديرها مع هادي. شكون تسوق لهم؟ كاين حتى واحد ما تسوق لهم أبدا. ولكن منين نجح الفريق ديالنا حنا، جاب الفريق ديال أقل من 20 جاب كأس العالم من الشيلي، غتلقى الناس فرحانين، غادي في الطريق حتى كيسمع الخبر وتيبقى يكلاكسوني ويخرج يدو من الشرجم ويبين الرايه ديال البلاد، فهمتي، ويقول عاش الملك، ويقول فهمتي. كتلقى الناس محمسين تلقائيا جميع مدن المغرب. ها القضية الوطنية، ها القضية الوطنية. الراجل سميتو الوحدة الليل عباد الله، 12 ديال الليل فاش بدا الماتش، والناس وصارنا والله سيدي لا صارنا باش نشوفوا الماتش. وكتلقى ناس كبار وناس صغار والعيالات والناس اللي خدامين قاعد كيقول لك اودي والله العظيم، قال لك الا سهرت حتى الجوج د الليل ولا هذا، والصباح نط الخدمه مروبل، كيكون عندك مشاعر. هذاك الشيء اللي كيوقع برا كيبقى فيك. بحال مثلا دابا خذ السودان، خذ دابا العرب اللي داخلين سميتو لدارفور كيقتلوا الافارقه، بقاو فينا وكنتمناو بهذا الشيء يحبس. وملي كنلقاو مثلا العرب اللي هما داخلين لسوريا وكيقتلوا في الدروز لان ماشي معاهم ولا ماشي متطرفين بحالهم، ما يبقاوش فيك اصاحبي. واش انت ماشي بنادم، ماشي انسان؟ ولكن الناس اللي كيموتوا مثلا في غزه كيبقاو في الناس، والدليل على هذا ان واحد العدد ديال الدول كيديروا مظاهرات ما عجبهمش هذاك الشيء. ماشي هما ضد اسرائيل، هما ضد القتيل، ضد التعدي على المدنيين. هذا هو اللي كاين. ولكن حنايا من ناحيه المبدا حماس مع التيار الاسلامي الاخواني ومع الشيعه، وهذه ضد المغرب وحنا ضدهم. انا ضد حماس وضد الاخوان المسلمين وضد ايران. علاش؟ لانه كيضربوا بلادنا. كنشوفهم مثلا غير باش يقولوا ايقاف القتال كيديروا خريطه المغرب مقسومه ويشطحوا عليها. لا ما يهمونيش انا، هادو اعداء المغرب هادو، ويديو لي نص ثلث المغرب بغاو يرميوه لينا في العافيه. ما ننتظمش مع هاد الناس هادو. انسانيا نبقاو فيك وي، ولكن انا كيبقاو فيا الدروز اللي كيموتوا هم عرب. ولكن ما نبغيش انا الدروز يموتوا، وما نبغيش السوريين يموتوا. ولكني واش عمر شفتو شي مسيره هنايا على ود 1.5 مليون ديال الناس اللي ماتوا بالبرامج ديال هذا؟ كاينش. فاذا مثلا بحال دابا مثلا الفريق ديال المغرب 2 الليل والناس خارجين الزنقه وتيغوتوا عاش الملك، وتيغوتوا عاش المغرب، وعاش الشعب المغربي، وعاش الفريق الوطني، وعاش كأس العالم. هيا دابا هنا كتلقى الفرق كتحرك.
كذلك فسميتو في المسائل الأخرى. مثلا سيدنا خطب مثلا الحكم الذاتي كيستناو الناس القرار ديال الحكم الذاتي، الحكم الذاتي ديال الصحراء. وشتو القيامة اللي قايمة، وشتي داك جيل زاد، اش من جيل زاد عباد الله. جيل زاد هما اللي جابوا الكاس من الشيلي، هما اللي كيتقاتلوا، البنات اللي كيتقاتلوا، العائلات اللي كيتقاتلوا باش الرائد المغرب تهز. وداك اللي جاب لا كوب ديال البوكس. وكتلقى مثلا المغربي في شي قنت، يعني غير الحماس ديال المغرب كيهز وكينتصر فاش ينتصر شي انتصار تيهز الرائد المغرب. وي هذوك هما الجيل، هذوك هو الجيل المخير، فهمتي؟ هذاك هو الجيل ديال المغرب. المغرب ماشي شي حاجه صغيره، المغرب شي حاجه كبيره. الشعب المغربي متلاحم، ولكن فاش كدير مسيره ديال الكوفيه الور ديك الساعه كتطلق فلوس وكتجيب الفلوس وكدير واحد المجهود كبير وكدير الدعايه وهذا، وكتجي قدام البرلمان وكتحرق الرايه ديال الامريكان وتحرق الرايه ديال اسرائيل. شكون دافي؟ مجموعه ديال المتطرفين وصافي، ديال الناس ماشي مسؤولين، وهما راه عارفين بان المغرب مهتم بهذه القضيه ديال القرار ديال مجلس الامن. كتشوفوا الدوله واقفه على رجليها كتخمم، وسيدنا 3 دقائق ولا 4 دقائق من مور القرار طران خطاب ملكي، خطاب الانتصار، النصر. وخرجوا الناس كيغنيو، وخرجوا الناس كيغوتوا، وخرجوا والله العظيم يا سمي. شنو نقول لكم، انا كنشوف واحد العدد ديال المناطق خرجوا فيها الناس، وخرجوا فيها الناس بالحيدوس، بالغناء، بالشعارات، بالفرحه، بالهتافات للمغرب، لان المغرب هذا انتصار. وي هذه دابا مسيره الانتصار. و6 ديال 6 نوفمبر احتفال كبير وفي جميع المناطق تلقائيا بدون مقابل. ولكن المسيره هذه المسيره دابا اللي كتكون ضد المغرب، هذه مسيره ديال الجيل زين. اول ما داروا كيحرقوا الطوموبيلات الناس، حرقوا الطوموبيلات البوليس. قال لك هادو كيدافعوا باغيين اصلاح المغرب. ايوا ومالين الكوفيه باغيين يمشيو يجاهدوا. ثاني كيمشي جاد على شي بلاد اخرى من غير الاذن ديال القياده ديال المغرب وديال امير المؤمنين، كتسمى مرتزقه. يمشي، ولكن ملي كتصيفط واحد دابا مثلا ويتقبض، بحال واحد قال لك انا غادي نمشي كذا قافله صمود و سميتو البحاره ديك البابورات الصمود. شنو تا فين غادي؟ تا فين ماشي؟ شكون ماشي معاك كاع في المغاربه ب 40 مليون؟ غاديين معاك 20 الناس، لا تمثلوا شيء. اذا الجيل وجيل عاوتاني غير شافوه يبغيو يسلطوا عليه باش يعني هما هاد المسيرات انا كنشوف ديال الفلسطينيين وديال الحمساويين وديال غزه وديال هذا جاو يعني ما مهتموش هما بالمشاكل المغرب، ومسيرات يعني كما كيقولوا ما عندها حتى معنى. سوريا ما عندهاش تاثير على المجتمع. وي الحكم الذاتي وي مسيره قويه. دونك حنا من هنا كنقولوا بانه المجموعه ديال الناس اللي مربوطين مع الخارج، الخوانجيه والقوماجيين والشيوعيين والحمساويين والفلسطينياويين والشيعيين والحوثيين. الحوثي مزيان، ودي الحوثي راه كيعاون بوليزاريو وكيعاون الجزائر والو. ولهذا كاين الفرق ما بين المسيره الشعبيه من اجل مصالح المغرب والمسيره اللي هي بغات تزعزع المغرب وكتكون مربوطه مع الافكار اللي كيجيونا من عبد الباري عطوان ومن الازرق ومن ناصر
محمد ناصر ياك، ومن واحد العدد ديال الكبار ديال الفلسطينيين والمفكرين ديالهم، ومن بعض الخونات المغرب اللي باعوا رسوم، ومن بعض الاتحاد العالمي للإخوان المسلمين اللي أعلنوا الجهاد. جهاد دائما هما كيجاهدوا في ختوم، وأعلنوا بأنه حطوا المغرب ما بين عينيهم باش يقيسوه، ولكن المسيرة ديالهم الفشل. مسيرة الوطن لمصلحة الوطن أيه، ولا كنشوف دابا هاد المسيرات اللي ضد الأعداء المغرب هادو دابا كيجيو كيسبوا اليهود، ويسبوا المستشار الملك، ويسبوا الملكية، ويسبوا الإسلام المغربي، ويسبوا الأمازيغ، ويسبوا الرؤساء الدول اللي كتعاوننا. دخلنا عليكم بالله، انتم اش غتسميو هادو؟ هادو مسيرات المؤامرات، هذه مسيرات غريبة على المجتمع، ما يمكنلاش تعيش. فضينا جيل زاد سبعيا للباكور، شنو يقول لك واحد وراه تحركوا الناس، تحركات الدولة. معلوم الدولة المغربية يعني والسلطة المغربية مهتمة بالشعب. كتشوف نقول لكم راه يصحاب لكم انتم دابا المغرب راه دولة ديال التخربيق، ولا غتهبطوا للشارع ب20 ديال الناس تبغيو تغيروا الامور؟ ما تغيروا حتى حاجه، لان المغرب بلاد المؤسسات. علاش دابا مثلا ينوضوا اللي ناض الملايين ينوضوا في فرنسا، اش غيديروا؟ يحيدوا الرئيس، يغيروا البرلمان. وي الا خدات مسيرات يمكن ياثروا على على المؤسسات، وي، ولكن خاص الوقت. خاص الا خرج شي قانون اللي هو مثلا ماشي في منفعه الناس، ممكن كيهضروا على المصالح ديالهم. ولكن واحد مسيره في فرنسا لان بغاو يعاونوا مثلا دوله اخرى، كاينش. راه ما كاين هادشي ديال الاعتناء بالاجانب الا هنا في المغرب. مسيره لمسانده العراق، يا على، والعراق هاجم على الكويت. مسيره لمسانده العراق، لان كاينين احزاب اللي هما عندهم ميولات شيوعيه وقومجيه. حماس مسيره خوانجيه، وكيتضامنوا معهم القومجيين والشيوعيين. هكا لاباس، واش التخربيق؟ دخل عليكم بالله، واش ممكن هاد التيارات المتطرفه الحمقى واش هي المسيرات الشعبيه اللي كتنوض من اجل مصلحه الوطن ومصلحه الشعب ومصلحه الدوله المغربيه ومصلحه التراب؟ ما يمكنش. واش انت دابا كتشوف بانه المغرب اليوم حل المشكل ديال الصحراء بالحكم الذاتي تحت السياده ديال المغرب؟ انت كتذكر لي على الخوال الخاوي؟ اش كتذكر؟ ما فهمتش انا. المسيرات القومجيه والخوانجيين والشيوعيين. دابا دخلنا عليكم بالله، دابا حزب الله فينا هو شيعي، وراه ما عندكم حتى شي مبدا اصاحبي. انا كنشوف دابا الاعداء المغرب كيتضامنوا بيناتهم، ولكن تقول شي منطق عندهم. واش لبنان دوله عربيه؟ فيها المسيحيه نيت كاين، ولكن نتوما كتضامنوا مع من؟ مع حزب الله اللي تيقول الرئيس ديال الحزب انا بغيت تكون لبنان اماره شيعيه ماشي مستقله تابعه للخميني. هو شوفوا ها هما مشاو مع من غتكونوا دابا؟ حزب الله مات، الحوثيين طلق ديك العاشوره ديالو 2 قنبلات ولا 3 على اسرائيل، هذا كيتعدى. اش بغيتوا نتوما؟ كتعاونوا نتوما حيت الحوثيين نتوما الشيعه كتعاونوا. قالت لكم ايران ضربوا اسرائيل، ضربه ايرانيه براسها مالها، علاش ما تضربش؟ ما قداش. نتوما طان، والخوت هنا كيقول لك مزيان هادشي اللي كيدير الحوثي.
لأن عندهم عنصرية دينية. عنصرية دينية، كاينين اللي عندهم عنصرية دينية، ما باغيينش التعايش، باغيين ديك سميتها كيفاش كيسميوها هنا، التصفية الدينية، باغيين يديروا محاكم التفتيش. المسيرات اللي كتهم المغاربة كيقوموا ليها تلقائيا وكيصرفوا من الجهد ديالهم، وما عندها علاقة مع البراني، مع أعداء المغرب، كتكون مربوطة بالوطن وبمصلحة الوطن. وي الدولة كتحس شنو، الدولة راه كتشوف، كتكون مسيرة كتشوف اش كتقول هذيك المسيرة. هادو دايرين إضراب الطلبة مثلا، كيقول لك ديال الطب، تيقول لك اودي حنايا ما بغيناش نرجعوا نقصوا عام من الطب، نبقاو على ديك 7 سنين اللي كانت، من حقهم. ولكن الدولة عندها عاوتاني مصالح ديالها، تقول لك أنا مضرور، خصوني بزاف د الأطباء باش نستجب للمواطنين. دوك البرامج ديال 7 سنين دكسوهم في 6 سنين، مثال بحال إلا كنزيد مثلا واحد الشهر د الخدمة في كل عام، راه ممكن بحال كنديروها في الجامعة. كيكون عندك ان بروغرام، مثلا عندك دابا مثلا كدير واحد البرنامج الكتريسيتي ولا في الفيزيك ولا في واحد الماده الفلانيه، كيعطيوك مثلا عندك البرنامج ديالك 40 ساعه في العام، خص الطلبه يتوصلوا بديك 40 ساعه. ممكن انت بدل ما تفرق ديك 40 على 8 شهور ولا على 7 شهور، ممكن ديرها وراه كيديروها دابا حتى في التكوين ديال اللغات. تبغي دابا تمشي دير شي لغة، تيقول لك إلا بغيتي تحصل على الدبلوم في الألمانية ولا في السبريولية ولا في الإنجليزية، باش تمشي دير سميتو خاص تكون عندك مثلا مستوى الفلاني، تكون عندك مستوى، ولا يكون عندك دبلوم مثلا بحال الضاف، بحال الطوفل، بحال هذا. كيقول لك إلا بغيتي سميتو إلا بغيتي هذا، إلا بغيتي تتبع البرنامج العادي، عندك عام. بغيتي دير سميتو سريع، دير 3 شهور، هذا كاين. ولكن الدولة كتشوف المطالب. التعليم ملي كيقولوا مثلا خصنا الزيادة، كيشوفوهم، كيتذاكروا معاهم، كيتحاوروا. الدولة عندها كتستجيب. حنا دابا نتوما كتقولوا والله العظيم، أنا كنقول شي بعضين كيقول واقيلا هاد الدولة هادي راه غادا غير هكاك. أنا منين كنت أنا في 92 أنا كنت رئيس جامعة قروية، وبطبيعة الحال الجماعات مع السلطة كيكون واحد العدد ديال الاحتكاك، وكيكون واحد العدد ديال المصارفة، لأن السلطة هي الوصية على وصية لا بد حتى هي كتحضر في المداولات فهذه كتشوف اش كيوقع. أنا نقول لكم واحد القضية، أنا من هذيك الساعة شفت على أن السلطة مثلا، يعني السلطة المحلية راه كل نهار إلا كانت واحد المادة ديال الاستهلاك ناقصة في هذيك المنطقة، راه كدير التقرير قبل من 6 د العشية. خاص القيادة تعطي دير واحد الميساج، كتجمع فيها واحد العدد ديال النقط. عندهم هما الخدمة ديالهم، عندهم لي ريبريك، مثلا التحركات السياسية ديال الأحزاب في هذيك القيادة، سميتو المواد اللي ناقصة، السرقات، الموتى، الكسايد، مدابزات وما إلى ذلك. كاين المادة اللي غالية، المادة اللي ما موجوداش كاع في السوق. انتوما دابا كتقولوا هاد الدولة هادي واخيلا راه غير مغمضة عينيها. لا سي، كاين اهتمام بكل ما يجري عند المواطنين. ومين كتكون واحد الحاجة اللي هي ناقصة، لا بد الدولة كدير المجهود ديالها باش ما يوقعش الخصاص في دوك المواد. غير بغيت نقول أنا بأن هاد المسيرات لصالح الدول الأجنبية خصنا نحيدوها، خصنا نربطوا روسنا مع هذا. وكنقولوا حنا الخوانجية بركة ما تكونوا مربوطين مع الشرق، راه الشرق فيه غير الشر، ماشي الشر، يعني فيه المدابزات وفيه الغوات. شوفوا السودان مالكم، شوفوا السودان، شوفوا اليمن، شوفوا العراق، شوفوا سوريا، شوفوا ليبيا، شوفوا حتى
إيه، شوفوا فلسطين براسها، شوفوا الدول هادو شنو، ردوا بال، شوفوا هادشي اللي واقع دابا في الساحل، شوفوا هاد الحركات المتطرفة الإسلامية اللي مبرزطة الدنيا، علاش؟ غير ما يبانش الحقوق ديال الأمازيغ في الساحل. الأساس ديال المنظمات الإرهابية أساس هو محاربة الأزواج والطوارق، باش يقولوا راه حنايا منظمة إسلامية هذا الإرهابية، باش يجيبوا البرازيط اللي غادي يحارب لا الأزواج ولا الطوارق ولا هذوك، هذا الشيء راه معروف. خلونا من هاد البرازيط ديالكم. الدولة القوماجيين والخوانجية والشيوعيين المتطرفين، أي دولة دخلتوا لها إلا وكتحطموها. دونك ما كنتمناوش أن الحكم يكون في يدكم ولا تجيبوا الأغلبية في الانتخابات الجاية، لا كنتمناوهاش أخويا. حنا نتوجس خوفا، حنا الأمازيغ، لا من العدو والإحسان والموقف ديالو مع الأمازيغية، ولا مع الأحزاب الإسلاموية اللي هي معترف بها ولا اللي معترفش بها، ولا الحركات الإرهابية، ولا هاد الشيء ديال الجيل زد ولا غيرهم، كاع اللي مربوطة مع الخارج ضد مصلحة الوطن ومصلحة الشعب ومصلحة الأمازيغ ومصلحة الملكية، ضدها. ماشي العرب هما اللي خربوا الملكيات. فين الملكية ديال العراق؟ فين الملكية ديال مصر؟ فين الملكية ديال ليبيا؟ خربتوا الملكية، خص يكون الازدهار في بلاصتها. يلا عطيوني بلاصة اللي خربتوا فيها ملكية، النظام الملكي، وجاتكم شي حاجة اللي هي زوينة في بلاصتها. حنا الأمازيغ كنقولوا حنا لهاد التيارات المتطرفة كونوا هانيين، المسيرات ديالكم الممولة من الخارج والمسيرات ديالكم اللي هي من صالح الدول الأجنبية، راه ما يمكن ليهاش تحرك الشعب. يقدر الشعب يغلط شوية في الأول، ولكن من بعد غادي يفهم المعنى فين كاينة، وغادي يعرف الغرض ديالكم الحقيقي هو ضرب موانئ المغرب، وضرب ازدهار المغرب، وضرب تقدم المغرب، وضرب الرياضة في المغرب، وضرب البنية التحتية في المغرب، وضرب الأخوة المغربية من طنجة للقويرة. ما غنخليكمش المسيرات المشبوهة، المسيرات اللي هي كتهضر ضد الدولة، واللي كتقول الدولة حنايا الغرب عدو ديالنا وإسرائيل العدو ديالنا، وباغيين هما قال لك باغيين هما غير هاد التيارات المتطرفة الضارة للإسلام أولا، وعاد الضارة للناس. كتجيب لي الفكر الوهابي، اش غيعطيك الفكر الوهابي من غير تذبح وتقتل؟ اش غيعطيك التيار الإخواني من غير تذبح وتقتل وتخرب؟ حنا واش بغينا البناء ولا بغينا التخريب؟ إلا بغينا التخريب نتبعوكم القوماجيين والخوانجية والشيوعيين والشيعة والبوليزاريو والجزائر والحوثيين وحزب الله والحشد الشعبي وعصائب الحق. لا يمكن أبدا. حنا مع المسيرات ديال الفرح اللي كتخدم القوة ديال المغرب والتقدم ديالو تحت القيادة الرشيدة جلالة الملك محمد السادس الله ينصرو.